كلشي غادي يخلص الضريبه وحتى واحد ما غادي يتزكل. هذا هو شعار القانون المالي ديال 2025. فبعد ما تكلمنا في الجزء الاول على القانون المالي ديال 2025، الاهداف ديالو واحد من اهم المستجدات اللي جا بها واللي هي تخفيض الضريبه على الدخل اليوم. وفي الجزء الثاني غنكمل الحديث على اهم المستجدات ديال القانون المالي ديال 2025، وغنبداو الحديث ديالنا بواحد من اهم المستجدات اللي خلق جدل كبير وسط المغاربه، واللي هو فرض الضريبه على صناع المحتوى، الناس اللي خدامين في الانترنت والمؤثرين. لكن قبل ما تنساوش تابوناو في القناه، خليو لينا تعليق حول الموضوع، وإلا ما تفرجتوش في الجزء الاول ديال مستجدات القانون المالي تحاولوا تفرجوا فيه باش تكون عندكم فكره على القانون المالي ديال 2025. ونبداو. 300 مليار سنتيم هي قيمه المداخيل ديال اليوتيوبرز المؤثرين والناس اللي خدامين في الانترنت ما بين 2018 و 2022 حسب مكتب الصف، اي في ظرف 3 سنوات فقط. هذا الرقم الكبير اللي الدوله ما كتستافد منه والو على عكس المهن الاخرى. ومن بعد بزاف ديال الهضره اللي لاحقت الارباح الخياليه اللي كيديروا هاد الاشخاص في الانترنت، هاد العام الدوله حطات العين عليهم وقررت ان في مشروع قانون الماليه ديال 2025 تضيفهم لقائمه الاشخاص اللي كيأديو الضريبه على الدخل. هاد الشيء علاش؟ وباش حتى واحد ما يبقى سالك من انه يخلص الضريبه، الدوله خلقات صيف جديد ديال المداخيل اللي مفروض يتقطع منها واحد الجزء كضريبه على الدخل، واللي هما في الاصل 5 ديال الانواع ديال المداخيل: المداخيل الفلاحيه، المداخيل المهنيه، المداخيل العقاريه، المداخيل اللي كتجي من الاجور، والمداخيل او الارباح الناتجه عن رؤوس الاموال المنقوله، يعني الناس اللي خدامين في البورصه. حسب قانون الماليه ديال 2025 غيتزاد صنف جديد تحت مسمى الدخول والمكاسب الاخرى، واللي تم التعريف ديالو في قانون الماليه بالحرف على انه هو الدخول او المكاسب التي لا تندرج ضمن احد الاصناف المشار اليها في الماده 22، واللي هي 5 اصناف اللي ذكرنا دابا. شنو كتعني هاد الهضره؟ كتعني انه اي واحد عنده شي مدخول او كيربح فلوس في اي مجال كيف ما كان، ولكن ما كيخلصش الضريبه وما داخلش في دوك 5 الاصناف اللي تكلمنا عليهم دابا، راه غيولي داخل في هذا الصنف الجديد، وغيولي حتى هو خاصو يخلص الضريبه على الدخل. هذا الصنف الجديد هو اللي داخلين فيه المؤثرين وصناع المحتوى والناس اللي خدامين في الانترنت وكيربحوا منه فلوس، اللي ما كيملكوش حتى صفه قانونيه وما كيخلصوش ضريبه على هاد الارباح اللي كيديروها من خلال الانترنت. علاش ذكرت الصفه القانونيه هنا؟ جبتها انا حيت كاينين الناس اللي كيربحوا فلوس عن طريق الانترنت وصناع محتوى اللي خدامين على شكل شركات او كمقاول ذاتي، وهاد الناس راه كيملكوا الصفه القانونيه وديجا كيديو الضريبه، يعني ما غاديش يتاثروا بهذا التغيير اللي غيكون في قانون الماليه ديال 2025. الناس اللي كيلعبوا العاب الحظ او القماره فراه حتى هما غيوليو داخلين في هذا الصنف الجديد، وغيولي حتى هما خاصهم يخلصوا ضريبه على الارباح اللي كيديروها من خلال هاد الالعاب الحظ. دابا السؤال المطروح هنا هو كيفاش غيخلصوا هاد الاشخاص اللي داخلين في هذا الصنف الجديد الضريبه على الدخل؟ لحد الساعه قانون الماليه ديال 2025 مازال ما حددش الطريقه باش غيخلصوا هاد الاشخاص الضريبه على الدخل، وديك 30% اللي كتدور عليها الهضره راه كتعني فقط الاشخاص اللي كيلعبوا العاب الحظ، حيث ان هاد الاشخاص غيوليو فين ما دخلوا شي ربحه غتقطع عليهم منها واحد 30% اللي كتمشي للدوله كضريبه، و70% هي اللي غتبقى لهم هما. بمعنى اخر ان الارباح ديالهم غتولي تخضع لاقتطاع جزافي من المنبع ديال 30%. قانون الماليه ديال 2025 كاين ايضا واحد التعديل اللي ما كيقلش اهميه على هذا الشيء اللي تكلمنا عليه دابا، واللي جا بالضروره باش ينقص من اسعار اللحوم وزيت الزيتون اللي ارتفعت مؤخرا اكثر من 100% بسبب الجفاف وقله العرض. الدوله باش تحارب هذا الغلاء قررت في مشروع قانون المالي ديال 2025 انها غتعفي المستوردين ديال زيت الزيتون، الحيوانات الحيه، اللحوم الجاهزه والمجمده من انهم يؤديوا ضريبه الاستيراد او الديوان. هذا القرار الا كان مراقب ومقنن فراه بالضروره غيخلي المستوردين يدخلوا السلعه بكثره وبثمن ارخص، وبالتالي الثمن ديال هاد المواد غينقص عندنا في المغرب. لكن الا ما كانتش المراقبه فراه الاجراء غيكون فقط في صالح المستوردين اللي كيبانوا للمحتكرين السوق، وهذا الشيء راه ديجا عشناه في العيب كبير. بخصوص اللحوم المجمده والليطات جدل كبير، فراه بونصا اكدات ان هاد اللحوم واخا غتجي من بلدان غير اسلاميه فراه غتكون مذبوحه بطريقه اسلاميه وحالات. وبخصوص هاد النقطه نخلي لكم نتوما السؤال: واش الا مشيتو تقداو اللحم عند الجزار ديالكم ولقيتوه كيبيع هاد اللحوم المجمده، واش غتقداوها الا كانت رخيصه او لا؟ نبقاو في المواد الغذائيه والاستهلاكيه واللي كتهم القفه ديال المواطنين، وندوزو لواحد الماده اللي صراحه طارت جدل كبير في البرلمان بخصوص التغيير اللي غيدوز بخصوصها بقانون الماليه ديال 2025، واللي هي ماده العسل. بحيث ان الجدل اللي كان بخصوصها كيقول ان هاد التعديل اللي غيدوز بسببها في قانون الماليه ديال 2025 راه غيكون فقط في صالح مستورد كبير ديالها واللي كيتعتبر شخصيه سياسيه وموجود في البرلمان. التعديل اللي كيهم العسل كيقول ان الدوله غتهبط من رسوم الاستيراد ديال هاد الماده من 40% ل 2.5%. السؤال اللي يقدر يطيح في بالك دابا هو: واش هاد الثمن ديال العسل طلع لدرجه اننا نوليو نستوردوه ونهبطوا من رسوم الاستيراد ديالو
الشيء اللي كيعني اننا غنقضيو على الفلاحه الصغار اللي خدامين في هاد الدومين هنايا في المغرب. خليو لي الجواب ديالكم في لي كومونتير. ثانيا دابا مع التعديلات اللي كتهم المواد الغذائيه، ونرجعوا من جديد ثاني للتعديلات ديال الضريبه. وهاد المره غندوزو لواحد التعديل اللي جد مهم واللي كيعني المعاشات ديال المتقاعدين، بحيث ان الدوله في قانون الماليه ديال 2025 قررت انها غتعفي هاد المتقاعدين من اداء الضريبه على الدخل، بمعنى ان المتقاعدين اللي كانوا كيخلصوا الضريبه على الدخل من خلال دوك المعاشات اللي كانوا كيشدوا من هنا لقدام راه ما غاديش يبقاو يخلصوا الضريبه على الدخل. الدوله غتعفيهم ضمنا من اداء الضريبه. هاد الالغاء او هاد الاعفاء راه ما غاديش يكون ضمنا، بحيث ان الدوله قررت انها غتعفيهم من اداء الضريبه ب 50% في 2025 و50% باقيه سنه 2026. يعني في 2026 ما غاديش يبقاو يديو الضريبه على الدخل ضمنا. هذا صراحه قرار اللي كيتحسب للدوله، بخصوص الناس اللي العمر ديالهم كامل وما كيديو الضريبه، على الاقل في المعاشات او في التقاعد ديالهم ما يبقاوش يديو الضريبه. بخصوص التعديلات الاخرى غيكون اعفاء من اداء رسوم الاستيراد بالنسبه للمواد والسلع موجهه لمشروع انبوب الغاز الاطلسي بين المغرب ونيجيريا، وغيكون ايضا اعفاء من اداء رسوم الاستيراد بالنسبه للمواد والسلع الموجهه لمشاريع كاس العالم 2030. كنظن بلي هذه هي اهم التعديلات اللي جا بها مشروع قانون الماليه ديال 2025. فإلا نسيت شي تعديل خليوه ليا في لي كومونتير، وما تنساوش تخليو ليا الراي ديالكم حول هذه التعديلات، واش بصح غترفع من القدره الشرائيه ديال المواطنين كيف كتقول الحكومه او لا.